اهلا عمي بولام، قاد اخوك قاد الشفيق على الراديوز، الله يشافيك ويعافيك. حنصل محمد هواله تاني لربيت. اهلا. هو تاني عابد زقاي تاني مسكين، عابد زقاي تاني جا عندك. عندي كونسير. كي راك عمي توحشناك. هاو شمعة تاني هي محمد. كي راك داير؟ توحشناك اخويا، ماك تجي الوهران ما والو، توحشناك. اذا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، نزور اليوم لنطمئن على صحة أحد الإعلاميين البارزين، أحد الذين أعطوا للصحافة عامة والإعلام الرياضي والإذاعة الوطنية والقناة الثالثة حياته. يكفي فخرا عائلة بوعلام بوزياني أن هذا الرجل كان يقطع الآلاف الكيلومترات عبر وسائل النقل، الطاكسي وكذلك الحافلة، من بشار إلى قسنطينة إلى عنابة سطيف لغواط ورقلة وهران وكل المدن التي كانت فيها نشاط رياضي. اليوم بمناسبة اليوم أشكر العائلة التي أعطتنا الفرصة أولا لنطمئن عمي محمد ونتمنى له الشفاء إن شاء الله، الشفاء العاجل. شاكرا العائلة، أولاده والزوجة على والطاقم الطبي لولاية غليزان كذلك على اهتمامهم بهذا الرجل. ماذا عسانا أن نقول اليوم إلا أن نطلب الشفاء العاجل إن شاء الله. ربي يعاود يعطيه صحته من جديد. أكدوا لنا العائلة بأنه تعدى مرحلة الخطر. السلام عليكم، نشكر على هذه الزيارة الراديوز وكاع اللي راهم هنا. ان شاء الله ربي الله يحفظكم والله يثبت خطاويكم ان شاء الله. انا باغي نقول كلمه برك. انا فخور جدا باش كنت حفيد مسيو بوعلام بوزيان، والله جو فيه. هو رجل متواضع بشوش وفيه كل الصفات تاع الانسان الفاضل، ولهذا اليوم جينا عنده وجينا باش نطمئنوا. شو ترى شفنا معهم غير حاجه مليحه. سيتي دي جورناليست دين دي جورناليست محترفين. شوف شادي تتكلم. سي بون محمد، دعي له الشفاء، طلبوا لهم الشفاء، خاطر هذو عشرناهم وتربينا معهم. هذا عاقل، تقدير كان معهم، تقدير كبير معهم. هذو الناس هادو ان بو دو ريكونيسونس. هاد الناس بدهم في الحياة نطلبوا من الناس اللي عطاهم حياتهم وكنت تقول فيها قادة، خلوا عائلتهم، خلوا ولادهم في العشرية السوداء. على كل حال شكري الجزيل أوجهه إلى راديوز وإلى كل المشرفين عليها. رجل لا تسمع منه كلمة سوء ولا تسمع منه كلمة تضر بك ولم يضر الآخرين، بالعكس رجل طيب إلى أقصى درجة ورجل متخلق. وعانينا في العمل نذكر مرة واحدة برك درنا مقابلة، هو دار القناة الثالثة وأنا القناة الأولى في ملعب تيرت، أوروتور جينا جايين لقيتنا الفيضانات في الرحوية، كنا على قاب قوسين من الموت. بزاف نطلب ربي ان شاء الله يشافيه ويعافيه. نذكر ملي كنت نلعب كنت مع الفريق الوطني، وفي 86 يعني كانت الافتتاح تاع المعسكر، تاع معسكر الوحده الافريقيه، ولعبنا مع لا كوت ديفوار. يعني اول مشجع يعني اللي لقيته يعني من انتهت المقابله وجيت داخل الفيستير لقيت سي بوزياني. أيوة. على كل حال هذا بوعلام عمنا وخونا وبابانا، نطلبوا له الشفاء ان شاء الله العاجل، وان شاء الله يكون من اهل الخير ان شاء الله يا ربي. أن أقول أنه الوالد ضحى كل حياته
كان عنده شغف كبير بكرة القدم كما قال السي قادة. يعني جال وصال في كل أنحاء الجزائر، كل الملاعب، والحمد لله السمعة تاعو طيبة، معروف عند الجميع.